هل نقدر نقول إن الأهلي فشل فعلًا في مشاركاته في كأس العالم للأندية؟ النهارده الغرض من الفيديو لا مكايدة ولا تحفيل ولا حاجة من الحاجات دي، اللي هي بالمناسبة طبيعية جدًا في عالم تشجيع كرة القدم. اليومين اللي فاتوا شفنا بوستات وكلام كتير عن إن الأهلي أكتر فريق اتهزم في تاريخ كأس العالم للأندية، وأكتر فريق استقبل أهداف في تاريخ كأس العالم للأندية. فهل دي أرقام حقيقية ولا أرقام إلى حدٍ ما مضللة؟ للأمانة ده معيار مش سليم خالص ومش مؤشر لحاجة، بالدليل إن ريال مدريد العظيم هو أكتر فريق استقبل أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وأصلا القصة مش بالسهولة بمكان إنك تجيب بطولة الفرق مش بتشارك فيها بشكل منتظم ومش بتلعب فيها نفس عدد المباريات وتقدر تقول هو مين أحسن فريق ومين أسوأ فريق في البطولة دي. بس هنحاول النهاردة. لكن قبل كده خلينا نسأل سؤال مهم، هو أصلا الأهلي المفروض يتقارن بمين علشان أقدر أقول هو نجح ولا فشل؟ هل مثلا أقارن الأهلي بفرق أوروبا ريال مدريد بقى وبايرن ميونخ وليفربول ومانشستر سيتي وكده؟ أكيد لا. الطبيعي إن أقارن أداء ونتائج الأهلي في البطولة بأداء ونتائج الفرق اللي من قارة أفريقيا وآسيا واتحاد اللي هو الكونكاكاف اللي هو أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومعانا طبعا قارة أوقيانوسيا. لأن من وجهة نظري مستوى كرة القدم في القارات الثلاثة دول متقارب إلى حد كبير، نقدر ان احنا نعمل من خلاله مقارنه. مبدئيا مفيش شك ان المعيار الاسهل والابسط وجايز يكون الاهم هو اننا نشوف مين اكتر الفرق تحقيقا للبطوله ثم تحقيقا للمركز الثاني ثم المركز الثالث. فبعيدا عن انديه اوروبا وامريكا الجنوبيه هنلاقي ان في 52 فريق مثلوا الاتحادات الاربعه، الكاف والاتحاد الاسيوي والكونكاكاف واوقيانوسيا، في كاس العالم، سواء بقى من الاهلي اللي لعب 28 ماتش في البطوله وهو الاكثر مشاركه بالمناسبه لغايه فريق ليون المكسيكي اللي لعب ماتش واحد. طيب وفقا للمعيار الاول ده الاهلي حقق فيه المركز الثالث 4 مرات، في حين ان انديه الاتحاد الاسيوي حققوا المركز الثاني 3 مرات، مره مع الهلال ومره مع العين ومره مع كاشيما انتلرز الياباني. في حين ان انديه الاتحاد الافريقي الكاف حققوا المركز الثاني مرتين، مره مع الرجاء المغربي ومره مع تي بي مازيمبي الكونغولي. وانديه الكونكاكاف قدروا يحققوا المركز الثاني عن طريق نادي اونال المكسيكي. يعني اجمالا في 6 فرق قدروا يحققوا انجاز افضل من انجاز الاهلي بالرغم من عدد المشاركات الاقل بكتير من مشاركات الاهلي. وده ما يمنعش ان زي ما في 6 فرق وفقا للمعيار ده حققوا نتائج افضل من الاهلي، لكن في اطار نفس المعيار الاهلي محقق نتائج اكتر من 45 نادي تانيين. نيجي بقى للمعيار الثاني، وده بالنسبه لي معيار مهم جدا واكثر تفصيلا من المعيار الاول، وهو معدل النقاط لكل مباراه. يعني لو كل الماتشات اللي شارك فيها الفريق بتتحسب بالنقط، الفوز ب3 نقط والتعادل بنقطه، يكون معدل كل فريق كام نقطه للمباراه الواحده. وهنا لازم نقلل السكيل شويه، لان في فرق عدد مبارياتها في تاريخ البطوله ماتش او 2 او 3، ولو سيبناهم معانا في المعيار ده هيكون في ظلم للفرق اللي شاركت ماتشات كتير. فقررنا ان احنا نطبق المعيار ده على كل الفرق اللي شاركت في البطوله ل5 مباريات فاكتر. تقلل معانا عدد الفرق من 85 فريق شاركوا في تاريخ البطوله اجمالا ل 32 فريق لعبوا في البطوله 5 ماتشات او اكتر. لقينا ان من اجمالي 32 فريق بما فيهم فرق اوروبا وامريكا الجنوبيه، النادي الاهلي في المركز رقم 21 بمعدل 1.17 نقطه لكل مباراه. طبعا كان في المركز الاول ريال مدريد بمعدل 2.62 نقطه لكل مباراه، ونادي اولسان هيونداي الكوري الجنوبي كان في المركز الاخير بمعدل 0 لانه لعب 7 ماتشات خسرهم ال7 كلهم. طيب لو شلنا من الحسبه فرق اوروبا وامريكا الجنوبيه علشان نمشي على نفس المنطق بتاعنا، هنلاقي ان الاهلي هيجي في المركز العاشر من اصل 20 فريق. يعني في 9 فرق من الاتحادات القاريه اللي احنا قلنا عليهم بيمتلكوا معدل نقاط افضل من النادي الاهلي، منهم 4 فرق عربيه: الرجاء المغربي، الجزيره الاماراتي، الاتحاد والهلال السعوديين. نروح بقى لمعيار تاني وهو معيار الاهداف اللي تم تسجيلها لكل مباراه، واستمرينا على نفس السكيل اللي هو خاص بالفرق اللي لعبت 5 ماتشات فاكتر في البطوله. هنا الاهلي برضه جاء في المركز رقم 21 بمعدل جول وربع في كل مباراه، والمعدل ده بالمناسبه بيتصدره بايرن ميونخ ب 2.85 جول لكل مباراه، وريال مدريد هنا بيجي في المركز الثالث. وطبعا بيتزين هذا المعدل والمعيار حبيبنا اوكلاند سيتي بمعدل نصف هدف في المباراه الواحده. طب نشيل فرق اوروبا وامريكا الجنوبيه، هيجي ساعتها الاهلي في المركز ال11 من اصل ال20 فريق. يعني في 10 فرق محققين معدل تهديف افضل من النادي الاهلي، منهم 6 فرق عربيه: الاتحاد والهلال من السعوديه، العين والجزيره من الامارات،
سد من قطر والرجاء من المغرب. ثم نختم بمعدل الاهداف اللي تم استقبالها لكل مباراه، وطبعا بنفس الفلتره بتاعتنا. الاهلي بيجي هنا في مركز افضل شويه من المركز ال21 اللي هو حققهم في المعيارين اللي فاتوا، وهو المركز رقم 15 من اصل 32 فريق، بمعدل 1.6 هدف بيستقبله في كل مباراه. في المعيار ده برضه بايرن ميونخ بيجي في الصداره بمعدل 0.28 هدف بيستقبله لكل مباراه. وريال مدريد بالمناسبه هنا بيجي في المركز الثامن بمعدل استقبال هدف واحد لكل مباراه. والمركز الاخير هنا بيخطفه من اوكلاند فريق العين الاماراتي بمعدل 3.3 هدف بيستقبله في كل مباراه. ده اظن بفضل ال 11 جول اللي لبسهم في البطوله اللي شغاله دلوقتي. ولو شلنا فرق اوروبا وامريكا الجنوبيه كالعاده، هيجي الاهلي هنا في المركز الرابع من اصل 20 فريق. ده رقم مميز جدا، وعربيا هو الافضل فيه. كده اكون خلصت ضميري من القصه ديت. انت بقى صديقي اللي تقدر تقول وفقا لكل الارقام والاحصائيات والمعايير دي، هل الاهلي فعلا فشل في تاريخ مشاركاته في كاس العالم للانديه، ولا ليك راي تاني؟